تصريح ناري ضد فيتوريا وضد طارق حامد من الكابتن رضا عبد العال. خلينا نسمع التصريحات ونرجع لبعض مرة تانية. بس اشعر من كلامك ان انت عايز توديني ان فيتوريا ما عملش حاجه. بقى لسه هو عمل ايه؟ هو انت لما بتلاعب فرقه على باب الله وتكسب هنا 2، ده انا اديها هنا 6-7، واخد بالك؟ ما خلاش تشوف نص الملعب بتاعي ده ايه. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان انت النهارده بتلعب اول دقيقتين يا راجل، هو طارق حامد لما يجيب جون في فرقه زي دي تبقى دي فرقه؟ يا بقى له راجل 10 حرام عليك، سنين. كابتن اسمع رضا، بس، كابتن اسمع رضا. اسمع. ما هتخليني تقللش اكمل ولا لا؟ لا ما تقللش بقى له من 10 الراجل. سنين بيلعب دولي. كابتن رضا ما تقللش من الراجل. بقى له الجول 10 حلو ولا لا؟ هي دي قول فرقه؟ قول قول هي كلمه دي فرقه؟ حق. ما انا قول بقول لك كلمه عشان كابتن رضا، انت بتقول كلمه حق اه طول عمرك. اه ماشي. طيب. سيبك بقى من اي لما حاجه طارق تانية. حامد يجيب جون كابتن وبقى له 10 سنين كابتن بيلعب رضا، دولي، طارق تبقى دي حامد فرقه؟ الجول حلو ولا لا؟ يا عم ادعي لصلاح، هي عايزه تاني حاجه؟ برضو انت فظيع يا كابتن رضا، الجول حلو ولا لا؟ لا. لما طارق حامد يجيب جون في فرقه زي دي تبقى فرقه كره؟ لا، طارق حامد يجيب ما جاتش جول ليه زي قبل ده؟ كده؟ لا، ليه ما تقولش ده ان بقاله هو 10 سنين ما يا تقولش راجل. ان هو مستواه ارتفع وبقى فيه خبرات اكبر لما راح الدوري السعودي ودلوقتي. بدليل ان هو خد انذار الماتش اللي فات وكان المفروض هو انت الجون التاني. هو ده لعيب ديفندر يا كابتن، ما طبيعي ان هو ياخد انذار. لا، لا، مع فرقه زي دي. بص. استنى، امال مع المغرب بقى وتونس والجزائر يعمل ايه؟ يطرد من لا، اول وهله؟ وقتها يا كابتن رضا، اه لما يبقى في، ما هو طول عمره بيلعب قدام المغرب وقدام الجزائر وبيلعب قدام اي ما فرقه. شفناهوش يعني. ما شفتوش يا فين كابتن رضا؟ يعني؟ ده موصلك كاس عالم. فين طارق ده؟ حامد فين ده؟ هو مش كان يا عم موجود؟ ادعي لصلاح. ايوه ماشي، صلاح ادعي برضه على لصلاح جنب. وتريزيجيه. كابتن رضا، هو هو صلاح ما هو جاب بيلعبش. اللي جاب سنه، هو اللي جاب ضربه الجزاء. ايه اللي دخل ضربه الجزاء؟ ما هي دي اللي وصلتك كاس عالم يا الراجل بابا. اللي شايل نص الملعب ده يا عم كابتن رضا. شال ايه يا عم؟ ما كابتن رضا، ترحمونا الجول بقى. حلو ولا لا؟ يابا لا، عشانك انت لا. ايوه عشان انا دي ماشي، لكن هو الجول حلو. لا مش ده فرقه عاديه يا فين؟ جدعان. ده 10 سنين بيلعب دولي ما جابش جول. كابتن رضا، ما انت بتقعد تطبل لما الاهلي ولا الزمالك بيجيبوا جول في فرقه صغيره بتقول جول عالمي، بس بيبقى اللاعب على مزاجك. اه طبعا. عرفت بقى؟ لا مش عرفت، لان عرفت دي ان انا بقول لك صح. يا جدع ده هو شايط وخلاص ومنه ايه اللي يعني هو ماله؟ ما هو شايط، هو حط وش رجله في الكوره طيب وجت خلاص، ايه ولبسي. المشكله بقى؟ هو انت رقص. بتعاقبه عشان حط وش لا لا رجله لا صح؟ لا لا، بص، الاجوان اللي دايما فيها فنيات غير الاجوان. طب ما كان حسني عبد ربه اهو، كان محمد شوقي ما كابتن كان رضا، بيلعب انا في اعرف الحتة دي. واحد كان بيلعب فرقه كبيره جدا، والماتش ده هو اللي جاب بطوله الدوري ماتش ماشي في ايه؟ السنه دي. وجا في الدقيقه 48 الكره جات له على ال 18، قام شايطها كده وخلاص. يا عارفه راجل ولا لا؟ ده يعني ياخدها على عارفه ولا صدره، لا؟ ياخدها على صدره ينفع ويطلعها اقول وبعد لك كده. ينفع اقول لك ان جول كده بالصدفه؟ لا مش بالصدفه، ده في فنيات يا ابني. انت هتجيب بقى انا الحنه اقصد ده طبعا جنب على المخيط. جول الكابتن رضا عبد العال في شبيه جمهوريه شبين طبعا، واللي حسم بشكل كبير ده خالد جلال مطلعها الدوري للاهلي. وانا باخدها على صدري وبنيمها خالد على الارض. جلال كان وقتها كان مدافع بيلعب بقى، كان في جمهوريه انا شبين. عرفت انت بتحب خالد جلال ليه. ليه؟ عشان صلح لي الكوره. هقول لك على حاجه، ده الماتش ده كان هياخده اكتر من مكافاه الدوري بتاعهم. والله والله كان معمول لهم اصلا من المحافظ ومن نادي الزمالك مبلغ عشان ان هم ما يخسروش. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، دي كانت تصريحات صادمة من كابتن رضا عبد العال ضد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا، وكمان طارق حامد اللي عمل ماتش اكثر من رائع ويسجل الهدف الاول ليه دوليا. ولكن ده ما ينقصش من طارق حامد كلاعب ديفندر. اللاعب الديفندر يا جماعه بيبقى فيه بعض من اللعيبه اللي هي بتبقى عندها الحس الهجومي عالي جدا او الحس الدفاعي عالي. فطارق حامد من الديفندرات اللي هي بتدافع كتير جدا، يخلص لك كوره، يعطل لك هجمه. هو ده لاعب الديفندر. ففي ديفندرات تانية بيبقى ربنا مديها حتة المهارة، زي حسام غالي مثلا كده، تلاقيه مثلا بيزيد بيشوط على الجون كتير. النني ممكن شوية برضك في الحتة بتاعت التصويب. ولكن لما يجي برضك، والله يمكن النني كمان لما كان بيلعب يا جماعة، يمكن لو تتذكروا حضراتكم كان برضك بيديله تقييمات سلبية جدا. فشيء غريب جدا جدا. وكعادة كابتن رضا عبد العال التصريحات ديت فما حدش طبعا متفاجئ منها.
لحد هنا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى لو وصلت معانا للنهايه تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات وتنساش اللايك على الفيديو. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.